بص يا غالي، الاول كده تصلي على النبي وتكمل الفيديو البسيط ده. جايب لك موقع اقسم بالله تشكرني عليه. ويا ريت يا صاحبي لو انت جديد تعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. نشوف الفيديو ده في اي مكان اعمل فولو، علشان طبعا اي حاجه انا بنزلها تشوفها على طول، لان انا بحب اجيب حاجات صدقني انا متاكد 100% ان الحاجه دي هتفيدك، وبحب اجيب حاجات مجانا. مش هاجي اقول لك مثلا في فيديو ادفع فلوس علشان تعمل كذا او كذا، لا انا ما بحبش اي حاجه خالص فيها فلوس، ولو حد هنا معايا من زمان عارف ده كويس. فكمل الفيديو ده وصدقني هخليك تنزل اي صوره ليك بكواليتي كويس قوي على السوشيال ميديا، والكواليتي بتاعها مش هيقل. الموقع ده الميزه فيه بيعلي كواليتي الصوره لحد 16K. فهنشوف دلوقتي مع بعض صوره كده قبل وبعد، حتى كمان كده هوريها لك على الفيسبوك. يعني مثلا دي الصوره قبل، بص كده كواليتي مفيش، الصوره يعني حرفيا ضايعه. طيب بعد الصوره دي بعد، بص كده الفرق الصراحه في حته تانية. والميزه هنا في الموقع انه مجانا، مش طالب منك اي تسجيل خالص، انت مجرد ما هتدخل على الرابط هيفتح معاك الواجهه دي. الميزه هنا في الموقع بيقدم لك كذا حاجه، يعني صور، فيديوهات، تقدر لو عندك صور قديمه تقدر تعملها ترميم في كذا اوبشن الموقع بيقدمه لك زي ما انت شايف. ولو انت حتى كمان اهو بيقول لك ساين ان، انا اقدر استخدمه عادي من غير ما اعمل ساين ان. تمام. ولو انت عاوز تحوله للعربي ممكن من خلال الترجمه بتاعت جوجل، هيقدر هو يحوله لك بالشكل الاتي. والموقع الميزه فيه تقدر ترفع 3 صور في وقت واحد، ويقدر ان هو يعملهم لك زي ما انت شايف. الحد الاقصى المسموح به هو 3 صور في المره الواحده. انا هرفع هي صوره واحده، يعني مش هحب ان انا ارفع ال3 مع بعض، كفايه قوي صوره واحده. وهنبدا نشوف الجوده قبل وبعد. معايا مثلا انا مجهز صورتين، هنجرب الصورتين مع بعض. وليكن مثلا هنختار الصوره الاولى وهنبدا نعمل اضافه. هعمل اوكي عادي. حتى كمان هو بيدي لك على كل اوبشن انت هتدخل على الموقع، سواء بقى فيديوهات، صور، ايا كان، بيدي لك صور قبل وبعد. زي ما انت شايف الصوره جهزت معاك، حتى هو بيقول لك الصوره قبل وبعد. تعالى كده نشوف الصوره قبل وبعد. بص كده يا صاحبي، دي كده الصوره قبل. طب لو عملنا كده، يعني والله العظيم بجد الموقع في حته تانية. الميزه في الموقع ولا في اعلانات ولا في كريدت ولا في الكلام ده كله، عكس تطبيقات تانية كتير قوي كنا بنعاني علشان انت ترفع صوره. حتى هنا الميزه فيه مش بيدي لك كمان الصوره بعلامه مائيه وتضطر تروح تشيلها او تروح تشوف موقع تاني نزلت العلامه المائيه، لا انت الصوره بتنزل زي ما هي. عاوز تنزل الصوره من هنا تمام، من علامه السحابه دي تقدر تنزل الصوره في ثانيه بتكون نزلت معاك. الصوره بتنزل معاك اهو. طيب تعالى نجرب صوره تانية. يعني انا عاوز اجرب صوره تانية معاك دلوقتي. هدخل هنا برضو، دي صوره تانية مثلا هبدا اضيفها واجربها معاك دلوقتي. الموقع طبعا بيدي لك امثله تحت، يعني كل اوبشن هتدخل عليه من هنا، محسن الفيديو، محسن الصور، ازاله الضباب بقى من الصور، مش عارف ايه، اي حاجه هتدخل هنا فيها هيجي لك تحت كده امثله قبل وبعد. بص كده اول ما الصوره تجهز معاك بيجي لك طبعا قبل وبعد. زي ما انت شايف الصوره دي هي الصوره بطبيعتها كويسه، يعني الصوره دي كويسه، بس انا يعني لو تلاحظ برضه هتلاقي في فرق شويه. بص كده معايا، كل ما الصوره هتكون يعني فيها نغبشه شويه هيبدا الفرق يبان معاك اكتر. زي الصوره اللي وريتها لك في اول فيديو كده، وريتك قبل وبعد كان الفرق باين فعلا. يعني انا لو عندي الصوره اللي وريتها لك قبل دي كمان اللي انا لسه عاملها قدامك كان برضو الفرق باين. فالصراحه الموقع كويس، زي ما قلت لك مفيش علامه مائيه، مفيش كريدت، مفيش اعلانات، يعني في مميزات كتير قوي تقدر انت تستفيد بيها. فالحق استخدم الموقع لو انت محتاجه في اي حاجه قبل ما ينزل بقى جو الكريدت او الرسوم او الكلام ده، فالحق يستفيد بيه. فيا ريت تشير الفيديو ده مع غيرك علشان غيرك يستفيد. واتمنى يا صاحبي لو انت جديد زي ما قلت لك ما تنساش تعمل سبسكرايب، اعمل فولو علشان يوصلك كل جديد. ويا ريت لو تعمل لايك وكومنت علشان ده بيشجعني ان انا انزل لك افكار تانية. فده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.